السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم النهاردة مكرونة بالصلصة، إن شاء الله هتعجبكم. أول حاجة هسلق المكرونة. حطيت مية على النار، ولما غليت حطيت معلقتين ملح صغيرين وشوية زيت. هقلبهم واروح حاطة بقى المكرونة، اي نوع او اي شكل انت بتحبيه حطيه. انا حطيت المكرونه الصغيره، وكيس ده 350 جرام، يعني حطيت 3 اكياس، يعني تقريبا كيلو. قلبتها وسبتها غطيتها تاني واسيبها تغلي. اشيل بقى من عليها الغطا وما غطاهاش تاني، واقلب بقى كل شويه، اقلب فيها كده لغايه لما تستوي 90% كده سوا، ما تسويهاش على الاخر. خلاص. هنا بقى هعمل الصلصة. حطيت معلقة سمنة وشوية زيت في الحلة، ولما سخنوا حطيت بصلة وحطيت عليها شوية ملح، وهحمر بقى البصلة دي، هديها اللون الدهبي الحلو ده. اهي احمرت اهي البصلة، بقى لونها ذهبي حلو، بتدي طعم وريحة جميلة قوي لما تتحمر كده. يعني في البصلة ممكن تشوحيها وممكن تحمريها كده، دي ليها طعم ودي ليها طعم، ودي برضو طعمها بيبقى مميز قوي. انا حطيت معلقة صغيرة توم مفروم وشوحتها شوية مع البصل. بعدين احط التوابل بقى. ايه هي؟ نص معلقة صغيرة فلفل اسود وكمون وكزبرة وبابريكا وشطة لو عايزين، وزعتر. الزعتر بقى برضو بيدي طعم مميز قوي للصلصة. شوحت التوابل شوية مع البصلة، وحطيت بقى شوية خل. شوية الخل دول بيفرقوا جامد قوي في صلصة المكرونة. عارفين صلصة الكشري كده تبقى زيها بالظبط. حطيت لها شوية معلقتين كبار كده صلصة، وهشوح برضو الصلصة دي شوية مع الخل والبصلة والثوم والتوابل. شمي بقى احلى ريحة، والله العظيم صلصة جميلة. لغاية لما غليت شوية كده، واروح حاطة بقى عصير الطماطم. عصير الطماطم ده انا ضاربة معاه فلفل اخضر حامي، برضو بيبقى طعمه جميل جدا. حطيت الملح، قلبيها بقى وسيبيها بقى تتسبك. هنا بقى كانت خلاص كده داخله على التسبيكه اهي. دوقي بقى احلى مكرونه، احلى صلصه مكرونه جميله، طعمها ان شاء الله هيعجبكم والله لو عملتها بالطريقه دي. وهنا انا قدمت بقى، حطيت المكرونه وحطيت عليها الصلصه، ويا رب الطريقه تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بألف هنا وشفا.